صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المشردين عن الأوطان. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما للهموم تراكمت بفؤادي أضعون أهوى من حداها الحادي وديارهم ظلت واسقة بعدما كانت شوارق من سناها الوادي وكأنها أبيات آل المصطفى لما خلت من أهلها الأمجاد. وين أبويا القال يومين ونجي، وين القال الأكبر يعتنيج. لا هذه حصلت بديها ولا هديج، وظلت على الدرب تربع عيونها تقول أنا لقعد على درب الأضعون، والله الأضعون وناشد اليرحون ويجون هل غياب يمتى يعودون. يا وكل من لها غياب يلفون، والله يلفون وانا غايب باللحد مدفون. اذ بها تسمع حنين وانين من سطح الدار. اوصف لك حالها كلما وضعت قدما على عتبة تعثرت عند الاخرى، مو عليلة ومريضة روحي لها الفداء، الى ان وصلت الى سطح الدار. اذ بها ترى ذاك الغراب الدماء تقطر من جناحيه، قامت تخاطبه بلسان الحال. يلا يلا اذا عندكم عليل ومريض ان شاء الله بجاه العليله ما تطلعون خايبين من هالذي تنعاه يا غراب المنيه. ذوبت قلبي وهيجت حزني بهالدار وحدي وذوبت قلبي المصاب راحوا وخلوني وحيد اشبول. كل من سألني قلت ابوه يا حسين غاب، كل يوم اقول اليوم ابوه يا يعود لي
سافر وما اشوف منهم خبر جاء، وشيخ العشيرة حسين ضاع يعني ونسى واني عليله والمرض غير الوان، ما اقدر اعاين دورهم ظلمه وخلي اشوف كان عندك اخبار، اذا عندك خبر قول لي خبرني عنهم، بالله كان عندك خبر عنهم خيموا بالله خبرني، واظنك ناعل قالها يا فاطم جدد الماتم، لكنما الحكم والمرجع والأمر لله، وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا وزعيم مذهبنا محقق الحقائق الإمام جعفر بن محمد الصادق، صادق القول البار الأمين، عليه أفضل صلاة المصلين. قال عليه وعلى آله السلام: إن للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، فالأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا الخواص من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا الخواص من مواليه. يتحدث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن غيبتي الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء، فيقول في مضمون كلامه: إن للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة، أي يقصد بذلك الغيبة الصغرى، واللي كان منطلق هذه الغيبة أو بداية هذه الغيبة على روايتين. رواية تقول بأن بداية هذه الغيبة من حين ولادة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له، لأن الإمام الحسن العسكري أرواحنا له الفداء أبعده عن الأنظار، فلا يعلم أحد بولادة
الإمام المهدي إلا خواص أصحاب الإمام الحسن العسكري. ورواية أخرى تقول بأن بداية هذه الغيبة من حين وفاة الإمام الحسن العسكري، لأن لما توفي الإمام الحسن العسكري قام الإمام المهدي بتجهيزه، بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لأنه لا يلي غسل المعصوم إلا المعصوم. فلذلك بعد ما انتهى من تجهيز والده ودفنه غاب الإمام الغيبة الصغرى. فلذلك أكو رواية تقول بأن بداية الغيبة من بعد وفاة الإمام الحسن العسكري. والذي يقول الإمام الصادق في حقها: والذي لا يعلم بمكانه فيها إلا الخواص من شيعته، أي يقصد بذاك السفراء الأربعة الذين ينوبون عن الإمام المهدي المنتظر. فهؤلاء السفراء هم الواسطة بين الإمام وبين الشيعة، هم يقومون بإيصال الحقوق الشرعية والمسائل الشرعية إلى الإمام المهدي. ولما توفي السفير الرابع انقطعت مدة هذه الغيبة، وقد دامت بعد على روايتين، رواية تقول 69 سنة ورواية تقول 70 سنة. بعد موت السفير الرابع انقطعت مدة هذه الغيبة، فوقعت الغيبة التامة أو الغيبة الكبرى اللي يقول الإمام الصادق في حقها والأخرى طويلة، يعني يقصد بذاك الغيبة الكبرى. يقول: والذي لا يعلم بمكانه فيها إلا الخواص من مواليه، أي الذين تشرفوا برؤية الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء في زمن الغيبة الكبرى. هناك الكثير ممن تشرفوا برؤية الإمام في زمن الغيبة الكبرى. يذكر الشهيد دستغيث في كتاب القصص العجيبة، يقول: كان رجل يدعى بعباس المؤمن يسكن في شيراز، يقول: يشهدون لأهل شيراز بالتقوى والإيمان والورع. بأحد السنوات رجال الأمن قبضوا على ابن خال عباس المؤمن وحكموا عليه بالسجن والإعدام. خال عباس المؤمن من سمع بهالخبر اجى إلى عباس قال له: يا عباس، مو أنت أهل شيراز يشهدون لك بالتقوى والإيمان والورع، فادعوا الله بأن يفرج عن ابنك. صادفت تلك الليلة ليلة جمعة، قال لعباس المؤمن: خلينا نجتمع هذه الليلة في داره ونتضرع إلى الله بالدعاء. يقول: لما صار الليل اجتمعنا وابتدأنا بالصلاة، يقول عباس المؤمن، ثم أخذنا نردد قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول: انتصف علينا الليل ونحن نردد هذا الذكر العظيم. يقول عباس المؤمن: من منتصف الليل اشتممت رائحة طيبة قد ملأت أرجاء المكان، ورأيت رجل ذو هيبة عظيمة والنور يشع من جبينه إلى عنان السماء. وهو يقول: لقد استجاب الله دعاءكم وسوف يفرج عن ابنكم في مثل هذا الصباح. يقول: أنا قلت له: من أنت؟ قال: أنا مولاك صاحب العصر والزمان. يقول: فخررت ساجدا شكرا لله. يقول: ما رفعت رأسي إلا اختفى الإمام عن ناظر. يقول: فورا جيت وخبرت خالي بهذا الخبر. يقول: لما خبرته بهالخبر قال: بعد ما ننام هذه الليلة، يصبح الصباح ونروح إلى مركز السجن. وفعلا يقول عباس المؤمن: ما نمنا في تلك الليلة حتى أصبح الصباح ورحنا. يقول: يوم جمعة، يعني الناس بإجازة. يقول: العجب حتى هم اللي في السجن متعجبين، قالوا: عجب لأمر هذا الرجل، بالأمس حكموا عليه بالإعدام واليوم من الصباح الباكر يأتون بتبرئته وخروجه من السجن.
فيقول عباس المأمون ما رجعنا إلى الدار إلا ولد خالي ويانا، فحدث ما حدث ببركة قائم آل محمد. بعد من الذين تشرفوا برؤية الإمام في زمن الغيبة الكبرى يذكر الشيخ الحر العامل. الشيخ الحر العامل يقول في عهد الصبا وأنا ابن العاشرة من عمري، يقول أصبت بمرض، يقول الأطباء عجزوا من علاجي، قالوا بعد ابنكم ما إلى علاج وابنكم أيام معدودة في الحياة. يقول فأخذوا أهلي يجهزون لموتي ولدفني ولإقامة المآتم علي. يقول قاموا يجهزون لهذه الأمور. يقول بأحد الليالي وأنا بين اليقظة والمنام إذ بي أرى رسول الله محمد وأمير المؤمنين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول فأخذت أصافحهم إلى أن وصلت إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. قلت له مولاي إني خائف لأن الله يتوفاني بسبب هذا المرض ولا أستطيع أن أخدم العلم وأهل العلم. يقول التفت لي الإمام وهو يتبسم قال لي لا تخف، إن الله سيشفيك من هذا المرض وسوف تخدم العلم وأهل العلم. يقول فناولني الإمام إناء شربت من ذلك الإناء فشفيت من ساعتي ببركة قائم آل محمد. والكثير ممن تشرفوا برؤية الإمام، والكل منا يتمنى أن يرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك من العوامل الكثيرة اللي تخلينا نتشرف برؤية الإمام، من ضمنها الدعاء له بالفرج وبحله الفداء، وكذلك من الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ببركة الصلاة عليه. كذلك من ضمن الأمور هي هذه المجالس، وهذه جيء بها الحث من الإمام روحي له الفداء. شو يقول إمامك بالزيارة الناحية؟ يقول لأندبنك صباحا وبعد ولأبكين عليك بدل الدموع. يعني شو من عندك الإمام؟ الإمام يقول إذا إنك تبي تتقرب مني وتبي تكون من أنصاري وتبي تكون لك القربة في كل شيء فما عليك إلا بعمل. شنو؟ قال لأندبنك يعني تحضر المجلس بس. قال بعد أمر آخر شنو؟ قال ولأبكين عليك بدل الدموع. الدمعة اللي تصبها من أجل الحسين، ويبيك تتذكر المصائب اللي جرت عليهم، والمصائب كثيرة. من ضمن تلك المصائب مصيبة عزيزة الحسين رقية. ابتدأت المجلس بالعليلة وحبيت أذكره بالختام عند عزيزة الحسين رقية، وكلهم اعزاز على قلب الحسين. واحدة بقيت في المدينة تجي لأبوها الحسين تقول لأبويا ليش ما تأخذوني وياكم؟ قال لها وإذا بتروحين ويانا ايش بتسوين؟ تقول لأبويا خذوني معاكم أسرج الخيل أحط فراشكم لو هود الليل على فراقكم بويا ما ظل لي حيل. قالت لأبويا أنت بتروح وتخليني، إذا بتروح وتخليني عندي إليك حاجة.
شنو من حاجة؟ تقول ابويا ابويا على فراقكم ماليش طاقة، والله طاقة طاقة، واخويا الطفل ما اقدر على فراقه. ابويا بتروح، خلي عبد الله الرضيع وياي اتسلى بيه واتسلى وياه. قال لي هلا ما يصير تروحين ويانا، وما يصير الرضيع يبقى وياك، لازم يروح ويانا، هذا مكتوب له امر، انت ما مكتوب عليك شيء. يجي ابو فاضل تقول له عمي قول لابويا ياخذني وياكم. اجى للحسين قال له اخويا ليش بنتك تخليها لوحدها هنا؟ ليش ما تاخذها؟ مو هي عليله ومريضه؟ يقول له اخويا هذه ما هي مكتوب تتودى هديه، والله هديه ولا يا اخويا من سبايا الغاضريه. هذه واحده. الثانيه صار عليها، الثانية شافت آلام ورزايا. اللي حبيت اختم المصاب بها عزيزة الحسين رقية، كانت كل ليلة تجي وتفرش المصلى لأبوها الحسين ويمسح على راسه ويتكلم عن جدتها فاطمة الزهراء. هي تقول لزينب أني كل ليلة تونس في حجرة من الترتيب قبل لا يقوم للباري، وعلى خد الدموع تسيل، ما عودني يتأخر يا عم عن صلاة الليل. إذا قلب إنسان محال لحظة قلوبنا تنسى. الله الله. قالت لها عمه أنا كل ليل أفرش لأبويا المصلى، وين أبويا الحسين؟ تقول يا بنتي لا تجبريني أسولف لك عن أحواله. شنو حاله؟ والله أحواله أنا بعيني شمر شبته يدوس حسين بن عاله، شبته يذبح وملعون ينتظره. يأخذوهم سبايا حتى جاءوا بهم إلى خريبة الشام، ونامت الطفلة جلست مفزوعة. جاءت لعمتها عمة أريد أبويا الحسين، أبي أشوف أبويا الحسين، أنا توني شايف الحسين. تقول لها زينب بأي حالة شفتي الحسين؟ شنو من حالة شفتي يا أخويا؟ قالت لها عمه شفته بحالة عجيبة. قالت رأيتين الشهيد حسين بيحة. قالت يا عمه شفته بحالة تدهش البال، لا راس يا عمه ولا يمنى ولا شمال، وعرفت بالانوار والريحه الزكي. قاموا يسلوها ويسكتوها ولا يفي، كل ما يسكتوها بجاها يشيع ويزيد. من ونة الطفلة وبجى النسوة اسمعي زيد، ونادى اخبروني عن بنات الهاشمية. أنا اسمع بجا ونياح عندهم زايد اليوم، قالوا يتيمة شافت المظلوم. قال هذه واحدة من يتامى الحسين شافت أبوها، قال لابد نألمها. شلون؟ قال اجل معلوم بن زيد حزنها، ودوا اليها الراس ذبوه بحجر، بلكت تموت وتستريح الناس. الله الله. جابوا راس الحسين. الله يحفظ اولادكم، الله يحفظ احبابكم، الله يحفظ الاباء والامهات. جابوا لها راس ابوها. قالت عم لا اريد طعاما، اريد ان ارى ابي الحسين. رفعوا ذلك الغطاء، رأت راس ابيها، رمت بنفسها عليه،
حسين إذ بالطفلة خمد صوتها كأني بهواي ضام الراس لصدره. تقوم تخاطب أبو علي شو تقول له؟ تقول له يا والدي والله أنا صير